عدل عبد اللطيف وهبي. كذلك لحد الان كنتسنى كيف كل شي الناس شي بيان رسمي لسيد وزير العدل غير يشرح لنا هذاك الشيء شنو هو. اتصل به الصحفي مصطفى الفن وقال ليه السيد الوزير اش هادشي، ووزير العدل جاوبه. السي الفن دار واحد التدوينه وشرح شنو قال ليه الوزير، لكن حنا بغينا نسمعوها من عند الوزير. الوثيقه شنو كتقول؟ كتقول ان السيد الوزير خدا واحد القرض، واحد الكريدي، مليار و100 مليون من عند بنكه، مليار و100 مليون باش تشري واحد الدار. كتعرفوا بان لما كتكون عندك 60 عام مثلا وبغيتي تاخذ واحد الكريدي، البنكه لو طو النسبه المئويه ديال الفوائد كتكون عاليه على الا كانت عندك 25 عام. اولا البنكه كتعطيك مده قصيره بدل 20 عام و25 عام، لان كيقولوا عندك 60 عام شحال باقي لك غتعيش وطول العمر ان شاء الله. كتكون النسبه المئويه طالعه وكتكون المده قصيره. سيد وزير العدل خدا كريدي باش يشري واحد الفيلا مليار و100، يعني ان هاد الفيلا كتسوى واحد المليار ونص ولا مليار و700، لان البنكه ما كتعطيكش الكريدي 100% باش تشري واحد العقار، خصوصا الا كنتي 55 و60 عام وكثر. كتعطيك 50% 60% كتمشي معك، اللي بقى خصك تجبدو نتايا. يعني حنا كنتكلموا على واحد العقار بواحد المليار، واحد الفيلا هذه اللي قال شرا في حي راقي بمدينه الرباط، شرا هذه الفيلا بمليار و600 ولا مليار و700 يمكن. السيد وزير العدل كيجاوب السي مصطفى الفن لما سولو، قال ليه كيفاش رجعتي خديتي كريدي على 4 سنين في الوقت اللي خاص تاخذو على 10 سنين نظرا للعمر ديالك، خاص تعطيه لك البنكه على 10 سنين، خديتي على 4 سنين. عرفت شنو هي مليار و100 على 4 سنين؟ عرفتوا الطريطات هذوك شحال؟ ديروا عمليه حسابيه وتشوفوا، داكشي خيالي. السيد وزير العدل خدا الكريدي في 2020 وردو في 2024 في الوقت اللي كانت يمكن المده زمنيه طول، خدا في 10 سنين يمكن نظرا للعمر ديالو. في 4 سنين ملي كنردوا الكريدي كتعرفوا مني بدا كيخلص في هاد 4 سنين، كيخلص غير لي زانتيري، ما كانش كيخلص الكريدي. هذه معروفه في الابناك، ما كتخلصش الكريدي هو الاول، كتخلص غير لي زانتيري ولي زاسيورونس وداكشي هما اللي كيبداو يقطعوا لك. دونك ملي كتجي تخلص باغ انتيسيباسيون، كتسمى باغ انتيسيباسيون. ها انت جيتي عندهم قلتي لهم شوفوا عندي كريدي ديال مليار و100، الا كانت المده الزمنيه ديالو 10 سنين، لي زانتيري ديالو بكل شيء غادي تكون ولات واحد المليار و300. انا بغيت نخلصها، غادي يقول لك مرحبا، غادي نيغوسيو وغادي تخلص ديك مليار و250 ولا شنو في دفعات. اش كيقول وزير العدل؟ كيقول انني بعت عقارات ومرتي عندها الارث ديالها، وهزيت دوك العقارات اللي بعت منهم واحد الفيلا وشي حوايج، وخديت الارث اللي خدات مرتي بجوج جمعتهم وعطيت للبنكه مليار و200 ولا مليار و300، لان كما قلت لكم الكريدي فيه مليار و100 بلي زانتيري وهادشي. حنا درنا باغ انتيسيباسيون، تفاهموا معاه في من ناحيه لي زانتيري ينقصوا منهم، غادي يخلص واحد المليار و200 ولا مليار و300 الا ما كانتش كثر، غادي يخلصها كاش. ها انتم هاكو دقه واحده. السؤال ديالي هو حنايا كمغاربه والنيابه العامه كنت كنتمنى انها تفتح تحقيق في الموضوع وتقول السيد وزير العدل قلتي مثلا كيفاش خلصتي هاد المليار و100 ولا مليار و200، غير عطينا قول لنا. والنيابه العامه غدير هي بيان. حنا دابا نمشيو في ليديال، النيابه العامه غدير بيان وغتقول تبعا للوثيقه الفلانيه اللي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي كيف كيديروا ديما، تم التحقيق مع السيد وزير العدل وهذه ولقينا بان الامور مقاده ولا لقينا الامور ما مقاداش. هذا الورث شنو منين جا هذا الورث؟ لان سهل. السي مصطفى الفن قلتي ليه بان بعتي فيلا وبعتي بعض الاراضي ممتلكات وخديتي الارث ديال مرتك وخلصتي داك الدين. سهله باش نقولوها.
لكن احنا مغاربه، انت منتخب، انت مسؤول، انت وزير، خاصك تقول لنا هذاك الارث شنو هو. غادي تقول بان الله يرحمه فلان وهذا خلى واحد الورث ديال 200 300 400. هذه ماشي خصوصيات ولا حياه شخصيه، لا، انت شخصيه عموميه. وثيقه خرجت، ما خرجتش وثيقه ما نسالوكش، وثيقه خرجت وتتهمك بانك قلتي وعندك وكيفاش وعلاش. المغاربه يتساءلون مليار و100 كيفاش وعلاش وشنو هو هذا الورث، شنو هذه. ها الشفافيه. اللي ما فكرش العجينه غادي يقول ها شنو كاين وهادي وهادي وهادي، والمغاربه راه الورث ها هو شحال ورثات وها شنو ما بغيتيش تقولها نقولوها النيابه العامه، والنيابه العامه تصدر بيان وتقول داك الشيء ديال السيد الوزير كله مقاد، ما فيه حتى حاجه اللي ماشي هي هذيك. وهذيك الساعه حتى السمعه والصوره ديال المغرب داخليا امام الشعب المغربي والمسؤولين وكذلك على الخارج كلشي غادي يقول ها الديمقراطيه ديال بصح، ها الشفافيه. ما كاينش. دابا غادي نمشيو للشق الاخطر في هذا الملف هذا. كتعرفوا هذه الوثيقه لو كان مشيت انا اللي جبتها في اطار العمل ديال موقع الكتروني اخباري ومشينا جبناها، غادي نقولوا كنمشوا ليه في حياته ولو من حقنا نمشوا. هو شخصيه عموميه، هذا وزير، وخصنا نعرفوا واش العمل ديالو ما كاينش استغلال النفوذ، ما شفرش الفلوس، ما دار شي حاجه ماشي هي هذيك. وهذه هي الديمقراطيه اولا. وجلاله الملك اوصانا بذلك في احدى الخطابات ديالو. يلا، واش كاين شي حاجه اسمى من الخطاب الملكي؟ ما غيجيش وزير ولا شي واحد يبدا باغي يفوت الخطاب الملكي ولا بغى يعفط على المواطنين باش هو يدير ما بغى. لا، هذه الوثيقه مجلخه مواقع التواصل الاجتماعي، كل شيء كيتبادلها، كل شيء كينشرها. السيد الوزير ما كذبهاش واكد كل شيء داك الشيء اللي فيها مزيان. من يتكلم عند الصحفي مصطفى الفن. لكن الاخطر في هذه الوثيقه هذه شنو هي؟ السيد وزير العدل شرى ارض، حسب الوثيقه ارض خلاء خاويه ما فيها حتى حاجه، معده لبناء فيلا. هنا كنرجعوا، شرى ارض، خدا كريدي مليار و100 مليون، البنكه ما كتعطيش 100%، يعني الارض غتكون ساويه 1 المليار و600 ولا مليار و700. الا غادي نبنيها بشحال غنبنيوها؟ غنبنيوها ب1 المليار. وإلا غادي نجهزوها والفينيسيون والروبينيات وهذا شحال خصها؟ السيد الوزير عندك الفلوس صرحتي بها، لكن فيلا ب3 المليار ولا ب4 المليار ولا ب2 المليار إلا قارناها بالعائدات ديال كوزير كمكتب محاماه، وهذا الشيء كامل نحطوه ونجيو لمديريه الضرائب ونشوفوا مكتب المحاماه شنو ديكلارا في الضرائب ديالو، وهنا غنشوفوا واش هذا الشيء متوازي، هذا الشيء الخدمه ديال الدوله اللي خصها ديرو مزيان. هذا الشيء كله، هذه الارض فيها 2887 متر. كيف يعقل السيد الوزير؟ كتعرفوا نهار 7 غشت 2024 7 غشت 2024 يلاه اسبوع باش خرجت من السجن، خرجت في 30 جويي 2024، اسبوع من بعد ما خرجت، من بعد ما ظلمتيني، من بعد ما كنتي بغيتي تصيفطني ب4 سنين سجنا بمباركه السيد رئيس الحكومه عزيز اخنوش، ولولا تدخل جلاله الملك وعطف عليا بداك العفو الملكي السامي، اسبوع من بعد، يعني انا خرجت من الحبس هذا اسبوع من بعد كتهدي هذيك القطعه الارضيه الى الزوجه ديالك، خديتي عليها كريدي مليار و100، مع العلم ان البنكه ما كتعطيش 100%، ونظرا للعمر ديالك غتعطيك 60% مثلا. استغلال النفوذ غتعطيك 70% الا استغلتي النفوذ ديالك. يعني الارض مشريه مليار و600 مليار و700 ارض، شحال غتبنيها؟ وهذا كيف يعقل؟ كديكلاري. ودابا الشفافيه والنزاهه تكون على الجميع، ما تحقرش عليا انا وانت ديرها. كيفاش يعقل هاد الارض هادي
كتبيعها لمرتك ولا كتهديها لمرتك وكتقول في الوثيقه ان القيمه ديال هذه الارض 100 مليون. غير هذه بوحدها خاصك تستقل. ما كاينش مراجعه ضريبيه. انت قلتيها الصحفي مصطفى الفن، قلتي الا كان شي مشكل انا مستعد للمراجعه الضريبيه. اسيدي انت ماشي مواطن عادي. اولا انت كنتي امين عام حزب سياسي. ثانيا انت وزير العدل. انت راه ماشي كوزير خاصك الاستقاله تحطها ولا الاقاله. انت وزير العدل. العدل في بلادنا، وتصوروا معايا وزير العدل كيخربق في الوثائق. ونض عيني عاوتاني، من حقي نتكلم عليك، من حقي نتكلم عليك وانت وزير، انت شخصيه عموميه، انت سياسي، راك ليس مقدس اللي دوا معك تعطيه. لست بمقدس. جلاله الملك كيتكلموا عليه وما عمره حط شكايه بشي واحد، ما عمره حط شكايه بشي واحد وكيتكلموا عليه. وملي كيتكلموا عليه ومن بعد ما كيحطش بهم شكايه ومن بعد كيشوف هذا، والله حتى الناس كيحشموا على اعراضهم اللي تجرؤوا يتكلموا على جلاله الملك. وانت رجعتي راسك مقدس اللي دوا راه ندعيه وغير كتفرق في الدعاوي مقابل الدعاوي. اليوم راه حنا خصنا ندعيوك. وثيقه كتقول انك شاري، خديتي كريدي ديال مليار و100 على ارض خلاء، عاد غتبني فيلا ودا. من حقنا نسالوك واه انت كيفاش درتي ليها؟ غتقول لي عندي الفلوس. مزيان، انت جيتي للسياسه خصنا نحاسبوك. منين درتي هاد الفلوس؟ باش غنعرفوهم. غنمشيو للضريبه. شنو هما لي ديكلاراسيون ديالك في الضرائب؟ وسهل نعرفوها حنا كمواطنين. مزيان، لي ديكلاراسيون الضرائب غتعطينا شكون انت وكيفاش وعلاش. انت امين عام حزب سابق، وزير اليوم في هذه الحكومه، وتتقلد منصب سياسي سامي. من غير هادشي كله وزير عدل، هاد الارض كتهديها لمرتك ب 100 مليون. كيفاش؟ ماشي غير تهرب ضريبي، هذه سلخه عطيتيها للضريبه. خاصك مني خرجت هاد الوثيقه وما كذبتيهاش، خاصها تكذب ماشي بصح، وحنا غنبشو ونعرفوش بصح ولا ماشي بصح، وتحط استقالتك وتحاسب امام المحاكم. غادي تقول لي يا رضا لا التهرب الضريبي ولا شنو ما فيهش الحبس. لا فيه الحبس سيدي. التهرب الضريبي في الدول اللي كتحترم نفسها فيه الحبس. المراجعه الضريبيه المواطنين العاديين دار هكا ولا هكا مراجعه ضريبيه وكنزلوا عليه. متفقين؟ انت مسؤول سياسي، ماشي من حقك التهرب الضريبي، ماشي من حقك اصلا. وانت الا درتيه وجاتك المراجعه ولو بدرهم تقال من منصبك، تحشم على اعراضك وتقول انا ارتكبت غلط. اتمنى انني نكون غلط في هادشي كله. اتمنى، لان في بلادنا المغرب ملكا وشعبا كنحلموا بمغرب افضل، كنحلموا بطبقه سياسيه اللي غادي تسير البلاد. اولا تكون كتحس بالمسؤوليه اللي عليها، ثانيا تكون كتحس بالشعب المغربي. كاين واحد الفيلينغ دايز بينه وبين الشعب، كيحس بالشعب، كيعرف الشعب شنو انتظاراته، ما نكونش مكروه من طرف الشعب. ما كنتكلمش عليك السيد وزير العدل. كنتمنى هاد الوثائق تخرج وتقول ماشي بصح وها علاش. انت ماشي عن طريق صحفي، مع احترامي لاخينا وصديقنا مصطفى الفن، لا انت تخرج وتقول تهز ورقه، هاد الورقه سيادنا انا درت لمرتي ب 100 مليون، ها علاش وها كيفاش وهذه والصحفيين يسولوك. ماشي تخرج بيان وتمشي بحال لا نسولوك وتجاوب. هاد الوثيقه باش شريت الارض، ها شريتها وها الورث وها كيفاش وهذا. هذه هي الصحافه وهذه هي الديمقراطيه وهذه هي اللعبه الديمقراطيه اللي حنا كنحلموا بها. وكتعرفوا بحال هكا ما عمر شي سياسي ولا شي مواطن كيحلم بشي منصب سياسي يطلع الانتخابات ولا غير يرتكب شي جريمه، لان كيعرف بان اولا الشعب حاضيه وبان القضاء ما غيزقلوش. وهذا هو المغرب اللي كنحلموا به حنايا. هذا هو المغرب اللي كنحلموا به. اللي حل فمو دخلوه للحبس
اللي قال كلمه الحق وابدى رايه ديوه للحبس، اللي انتقد انتقاد البناء وماشي شي حاجه اللي تخسر الهضره ولا السب في توابيت الدوله ولا شي حاجه، لا لا لا، انتقاد البناء صيفطوه للحبس بسنوات. ايوا، واللي كيديرها كحل زحله اش نديروا معاه؟ اللي عنده التهرب الضريبي اش غنديروا معاه؟ اللي عنده تضارب المصالح اش غنديروا معاه؟ اللي هو في رئيس الحكومه ومرته كدير البيزنس اش غنديروا معاه؟ انا عطيتكم مثال بين اسبانيا والمغرب، حكومتين، مقارنه بسيطه، اما كاين راه عندي باش نبقى شهر كندوي. امر غير مقبول. وحتى المغاربه كنتكلم على الطبقه المثقفه. دابا خوتي كيجيني هاد الشعب ديالنا بحال كيتغابى ولا هو غبي. دابا اي واحد دابا خرجتي السبب من اي واحد سولتيه في الزنقه، من المحامي ولا من الاستاذ حتى البياع ديال الكروسه، الله يعاونو ما حقرنا حتى شي واحد. الرجال هادو الا سولتيه هادشي اللي كيدير هاد وزير الاوقاف غايقول لك باش غيجاوب هاد الناس هادو. يقول لك اودي وزير الاوقاف راه ما هو الا بيدق. اغلبيه كلكم اخوتي هادشي نتوما عارفين يعني بلا ما تغاباوش، ما هو الا بيدق، ما هو كينفذ الا داكشي اللي كيقولوا ليه. وكلشي دابا الشعب عارف هادشي، راه صافي الناس راه عرفوه، عارفين اللي فيها واللي ما عليها، صافي بنادم ولا عارف. وقلنا لكم ديك نهاراتين وقالوها بزاف ديال الناس ان ديك القضيه ديال الخطبه مجمعه انا راه غادي يرجعوا ليها، راه كيديروا استراحه المحارب. قال لك ما شوي، لانه علاش؟ لانه كان داك السيد ضحى براسو، هذاك الامام ضحى براسو، ولكن هاد المره ما كاين اللي ضحى. وداك الشيء ديال عمدا ولا غير دوله علميه، داك الشيء راه ماشي جله لسان، داك الشيء كيقولوا عمدا حيت الشعب عرفوه بحال اش دير. كما قلنا لكم اخوتي ديك القضيه ديال ربما زدت مع داك الفقيه اللي جراو عليه. المهم ناض شويه سخنات القضيه وقالوا لهم باننا غادي نقاطعوا الجمعه، وكتعرفوا بان المخزن سمام. وهاد الهضره قلنا شحال هادي في فيديو ديك ساعتين، قلنا لكم بانه راه غادي يديروا غير الاستراحه وغادي يرجعوا ثاني. قالوا الناس باننا غادي نقاطعوا الجمعه، ولا قاطعوا الجمعه المخزن كيسم بان الفوضى غادي تنوض. طل الفوضى يوقف، هو كيدير كلشي، ملي كيشوف الناس ساكتين كيجرب على داكشي، ولكن ملي كيحس بالفوضى كتنوض كيوقف. يعني ملي يحس الناس انها غادي تقاطع الجمعه فعلا غادي تنوض الفوضى. قالوا ما حقا خلوها اختياريه، ولكن حنا قلنا غادي يخلوها اختياريه، كنا زعما غادي يخلو حتى الناس ينساو. اللي صدمني انا راه ما كاينش به فيه طاقه، هو كيهضر على الخطبه المجمعه. قلت لكم اخوتي راه داك هما عندهم اجنده، يعني بلا ما كنكذبوا على راسنا نقولوا وزير الاوقاف داك السي راكم عارفين اللي فيها كينفذ اجنده. واخا نحيدو ديك وزير الاوقاف، نحيدوه ها هو يصبح يبات ما يصبح نجيبو واحد اخر غادي يدير حتى هو نفس القضيه غادي ينفذها. خصوصا بانهم عارفين الشعب مع كامل الاحترام ديال الحقيقه بان الشعب ما كيتحركش. غيهضر هاد السيخ وكيبدا يتلوى في الهضره. لا انت عارف بان داك الشيء راه جاي من الدوله، جاي من الفوق. الدوله هي اللي بغات تمشي هادشي، بلا ما نكذبوا على راسنا. نحيدو وهابي نجيبو وهابي غتبقى نفس السياسه، نحيدو اخنوس نجيبو شي واحد اخر غتبقى نفس السياسه، نحيدو هاد وزير الاوقاف غادي تبقى نفس السياسه خوتي. وكما قلت لكم انكم الا خرجتوا سولتوا الناس على كلشي الناس تقريبا عندهم نفس الجواب. يعني راه الشعب راه عايق، راه عارف. كما كان واحد الفيديو خرجوا يعني من القرطاسه اليوم، كان يعني كيخاطب الملك، قال له ودي راه الشعب راه عايق، راه الشعب كلشي راه عارف، انما الناس كتحترمو. فين الناس كتحترم الملك؟ يعني هاد الشيء كلشي من الدوله عندها واحد الاجنده خصها ديرها. يعني هادو اللي كيخرجوا هاد المؤثرين كيقولوا في هذا ولا دوك الخطباء زين هيسان، وهادشي نتوما شحال هادي سمعتوه. ولكن كما قلت لكم اللي صدمني انه ما خلاوش زعما الناس ينساو ديك الساعتين به فيه. ها هو بغى يطبقها وغادي يطبقها، هاد الخطبه غادي يطبقها. وهو ملي كيقول لك ان الربا راه حلال، راه هاد الخطبه دابا المجمعه راه شحال من حاجه غتحيد منها. مثلا هاد المشاكل اللي كيهضروا على الربا، ما كيهضروا على الربا لانه هو حلها. باش الجيل اللي مورا هاد الجيل هذا يكبر يلقى يعني راه يقدر يلقى شويه في الاسلام الا بقى شويه في الاسلام. ولكن كما كاينه واحد القضيه حنا اللي كنساو، حنا المسلمين، حنا الحمد لله المسلمين اللي كنساو ان راه كاين بزاف ديال الحروب. حنا كنعرفوا خوتي بزاف ديال الحروب، ولكن جميع الحروب كتنتهي. تقول لي راه حكا راه باقي كاين الحرب ديال غزه هذاك خوتنا، حتى هي غير واحد النهار توقف. الا واحد الحرب ما عمرها غادي توقف حتى النهار اللي بعث الله سبحانه وتعالى.
هي الحرب ضد الاسلام. الاسلام راه دائما هو ضد الحرب، دائما من ابدا في سبحان الله العظيم. بس هما كيحاربونا حنا كنتزود. يعني كاع هاد المكر اللي كيديروا هاد الناس هادو الله راه اشد الماكرين. حنا كمسلمين نديروا النيه ونحافظوا على الاسلام ديالنا ونربوا وليداتنا. هادشي اللي كاين اخوتي، ما هادشي اللي جاي من قدام راكم عارفين. صافي الدوله راه علمانيه خارجه ليها نيسان، لا غلط ما غلط شي خوتي ما فيها لا غلط لا والو. هذاك اجي الناس قلت لك سولتي اي واحد راه الناس عارفين اللي فيها. صافي بالصعب ما غيتكلم ما والو. كيخرجوا هاد المؤثرين اللي كيقول هذا اللي كيبقى يتغلف وكيجي الهضره من هنا كيقول لك ماشي هذيك راه هي لغه الخشب. يجي نيسان الدوله العميقه عندها السياسه مطبعه مع اليهود، داك الشيء غادي يطبق هنا في المغرب. دوله علمانيه حيد الدين حيد هادي حيد هادي، كنبقاو حنا كمسلمين نتحركوا ما سبب يتحرك. دابا الائمه دابا غادي يفرضوا عليهم خطبه موحده وبالتهديد، والتهديد ديالهم راه كاين. قديتي معنا ما تقديتي معنا الله يعاونك. واي امام يكون شريف غيكون اونفاس معاه 1000 واحد بحلاس اللي غيطازر في الدين ما شغلوش هو بغا يخدم ويقول لهم خطبه ما شغلوش هو مهم وكي بحلاس. ولكن الصرفه غادي يمشيو يجروا عليهم. هذا هو الواقع اخوتي. يعني انسان كيشوف فقيته كيشوف يعني وليداتو ومرتو عايش الله غالب. ما عاد بقى شي واحد اللي كيضحي وباقي الله كيدير له الخير. يعني التهديد يعني هادشي واقع وهادشي غادي نمشيو فيه وهادشي غادي يطبق. حيت ما كاين والو ما غادي يتحرك والو. ماشي كنقول لكم ديروا فعلوا، ولكن راه دابا هاد النفاق دابا هادشي دابا كاين راه نفاق. كاين شي واحد بحال دابا هاد الاخ هذا كيهضر نيسان، هذا كيهضر كيجي نيسان يعني بلا ما نمشيو عند هذا لا نقولوا نمشيو هذا كينفذ اجنده. غيمشي هو غادي يجي واحد اخر غادي ينفذ نفس الاجنده ديالو. تصور انا خدام في الشركه انت هو المدير ديالي وكاين الخدامه كتقول لي وراك عليهم في الخدمه كيجيو دوك الخدامه راه حنا ما قدرناش نخدموا وراه كيقولوا من الخدمه راه خدامين. ولكن المدير ضامنني انا يقول انت خدم عليك ما كاين اللي غيحيدك غتبقى بالاصل. راه اللي بيحيدك انا اللي غنحيدك. كمال الحال وزير الاوقاف كمال الحال وهبي كمال الحال جميع هاد الناس هاد الناس اللي فوقهم ضامنين انت مضمون ما كاين. واش حنا واش غيقدروا ما يحيدوا؟ راه حنا اللي بغينا نحيدوا غادي نحيدوا. وزير الاوقاف حنا ما بغيناش نحيدوا كنحيدوا. الشعب واخا يعيا ما يغني واخا يعيا ما حنا اللي كنتحكموا. هذا هو الواقع اخوتي. السلام عليكم.